السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل الكشري المصري بتاعنا ولا اجدع محل. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا هنا عندي حمص نقعته بميه سخنه، والعدس بجبه بتاعي نقعته بميه سخنه. وهجيب حله على النار، احط فيها الميه وملح واسيبها تغلي عشان المكرونه. هنا بقى هولع الحمص، هسيبه لحد ما يستوي براحته. الافضل ان انت تنقع الحمص قبليها بيوم عشان يستوي معاك على طول. بس انا هنا نقعته يمكن ما كملش معايا نص ساعة لان كنت مستعجلة، ومكنتش حاطة في بالي ان انا ممكن اعمل يعني كشري النهاردة، فنقعته في ساعتها. هنا بقى عندي المكرونة المشكلة، شكلها زي ما انت عايزة. عندي سباكيتي وقلم وخواتم والملوية. وما هي غليت معايا هنزل بالمكرونة بتاعتي. سيبها لحد ما تستوي. اما تكون استوت هبدأ اعمل العدس البني. هجيب بصل على النار واخليها يعني هتدبل معايا، مش هديها لون قوي، يعني مش عايزاها تحمر معايا. تمام كده. هنزل بقى بالمية واحط ملح وكمون وفلفل اسمر واغطي عليها تاخد لها غلوتين. تمام. ولو عندك حبة كزبرة برضو حط حبة كزبرة، بيديها نفس حلو. واخليها تاخد غلوتين، وبعد الغلوتين هنزل بالعدس البني بتاعي. تمام كده. انا كترت المية عن العدس عشان خاطر عاملة حساب ان انا هحط الرز فيها، يعني هسيبها تاخد بتاع تلات كام غلوة كده، وبعد كده هروح حاطة الرز فيها. هنا خلاص المكرونة بتاعتي استوت اهيت. هبدأ ان انا اصفيها واحط عليها مية ساقعة. اسيبها تتصفى، احط عليها مية ساقعة لحد ما تبرد معايا خالص، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه. هنا العدس اهوت خلاص، يعني دخل قولي مثلا على النص سوا. هروح بقى نازلة بالرز فيه. اعملي الكشري بالطريقة دي وهتاكلي اجدعها كشري احسن من اجدعها محل. سيبي بقى يستوي الشرب وهدي على النار كده اهوت. هنهدي بقى على النار وهنسيبه يستوي، يبقى كده خلاص العدس بالرز بتاعنا خلاص كده تمام كده كملوا. انا بقى عندي تانية ان شاء الله البصل قطعته زي ما انتوا شايفينه كده. هروح حط عليه معلقة خل او معلقتين وحبة ملح. واقلبهم بقى مع بعض كويس كده لحد ما البصلة بتاعتي تنزل السوائل كلها. وهنا حطيت معلقة نشا.
هبدأ بقى ان انا اقلب الحاجات دي كويس. يبقى البصلة بتاعتي عشان تطلع مقرمشة معلقتين خل ومعلقة ملح ومعلقة ونص نشا. تمام. حاولي ان انت تفككي البصل كله من بعض، يبقى يعني كل حتة بصلة بحتة لوحديها. تمام. بس انا العدس بتاعي خلاص استوى، بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايبي، لو وصلت لحد هنا ما تنسوش باللايك بتاعكم الجميل، وكملوا الفيديو للاخر عشان ترفعون. هنا بقى انا معايا الشعرية هحمرها تاخد معايا اللون الذهبي. خلاص كده خدت اللون بتاعنا الحلو اللي احنا عايزينه اهوت. هكون برضو مجهزة مية مغلية وابدأ انزل عليها، ونفس زي ما حطيت على العدس هنحط على الشرايح ملح كمون فلفل اسود. تمام، واسيبها لحد ما تستوي الشعرية. كده كده ما بتاخدش وقت معانا، يعني انا ممكن اصلا مسافة من مية الشراب هتلاقيها استوت معاكي خلاص. استوت خلاص اهيت معايا. هنا بقى طاسة على النار، ومع البصل بتاع اللي احنا كنا عاملينه بالنشا والملح والخل، هسيب الزيت يسخن وهروح منزله طاسة على النار. وانا حاطه الطاسة على النار تسخن، هروح بقى منزل المكرونه وانزل الحاجه بتاعه الكشري بتاعتي. عايزه تسيبي كل حاجه لوحديها سيبي كل حاجه لوحديها، بس انا بحب احطه كله على بعضه، بحيث انا بعد ما احمر البصلايه هروح نازله بالزيت بتاع البصل على الكشري ده، يديني لمعه حلوه قوي ليه. ادي الشعريه كمان هنزل بيها. وهقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض. والله والله هتاكلي احلى كشري. انا بشوف ناس بيعملوا العدس بطريقه مختلفه، بس صراحه انا معرفش الطريقه بتاعته ايه. الطريقه ديت اللي احنا اتعلمناها من ماما، ويعني وماشيين عليها لحد دلوقتي، وهي فعلا طريقه جميله. هنا عندي بالبصله بقى، الزيت سخن خلاص، نزلت بالبصله بتاعتي احمرها، وهتشوف القرمشه بتاعتها بعد كده. حاولي ان انت وهي في الزيت كده تفككيها، تبقى كل واحده بحدتها. مصفى حطها على الكشري،
وادي اهوت البصل. فانا نزلت حبة من الزيت اهوت. الزيت كان كتير، بس ده هيدي لمعة وطعم للكشري، يعني هيبقى حلو. بس وبكده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت يا حبايبي مش تنسوني بالاعجاب بتاعكم والبصمات بتاعتكم. الله يرضى عليكم واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يا حبايبي يشترك، وما تنسوش تفعلوا الجرس. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.